يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل مع بعض حاجة جميلة قوي. جربي الوصفة الجميلة دي. هنعمل فطير مع بعض بالجبنة والخضار، بلا عجن ولا فرد ولا تعب. بجد بجد طلع اختراع، يعني بجد سهلة وجميلة جدا وهتعتمديها، وبجد مش أقل، يعني أقل حاجة 10 دقايق هتشتغلي فيها، هتطلع معاكي بالشكل الجميل ده ولا الفطاطري. بصي فتحتها من جوه، طلعت تحفة جميلة، جميلة جدا سهلة، اعتمديها بجد هتنجز معاكي، وهتعملي أحلى فطيرة من غير تعب ولا فرد ولا عجن ولا أي حاجة من الكلام ده. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهاتي بقى يلا يا ست الكل معايا نص كيلو من لفة الجلاش. أظن هي حاليا يعني سعرها كويس جدا، والفطير بره غالي جدا جدا جدا. يلا بقى نعملها. هتبتدي تجيبي معايا نص كيلو من الجلاش، ونجيب صينية حوالي من 30 ل 32. هاتي الجلاش ويلا قطعيه بقى معايا بطريقة جميلة وسهلة، ولا هتفردي ولا سمنات ولا عجن ولا الكلام ده خالص. يلا قطعيها كده كويس، وخصوصا لو كانت ناشفة منك ممكن هتكون برضو أحلى وأحلى. لكن هي معايا جميلة وفريش، بس أنا حبيت أوريكم الطريقة الجميلة دي. قطعنا الجلاش حتت صغيرة، ويلا بإيدك بقى افرديه عشان يفرفر كده معاكي ويفك من بعضه. وبصي كتر معايا ازاي. ابتدي كده طلعيه كده لفوق كذا مرة، هيبتدي يفرد وتبعد كل ورقات الجلاش عن بعضها بالشكل الجميل. هتحسي انه كتير قوي في الصينية. تمام. يلا بينا بقى، هاتي صينية من 30 ل 32، وابتدي ادهنيها دهنة حلوة بالزيت والسمنة، بأي حاجة متواجد عندك، أي مادة دهنية، بس ادهنيها حلوة قوي علشان مش عايزين الفطيرة بتاعتنا تلزق، عشان لو حبينا نقلبها تبقى جميلة معانا. تمام. دهنتها كويس الصينية من كل جنب بالشكل الجميل ده. ويلا بقى نحضر أول حاجة الخلطة اللي هنشتغل بيها. كوباية من الزبادي معانا كده، فنجان ما بين سمنة وزيت، بيضة، ومعايا برضو فنجان من اللبن او تكون كوبايه او مج صغير. البهارات فلفل اسمر، معانا 7 بهارات، معانا الملح، الكزبره، الكاري بيديها لون جميل قوي، والبيكنج باودر نص معلقه. يلا بينا بقى. هتجيبي بولة وهتنزلي ببيضة، وانزلي كده الأول برشة فلفل بسيطة. هتقولي لي ليه؟ علشان أنهي الزفارة بتاعتها تماما. وبعد كده انزلي بالزبادي، عايزاكي تضربيهم حلو قوي، عايزة الزبادي والبيض يتناسب كله، ومش عايزة يكون فيه أي كتل، ويدوب كويس. انزلي بقى معايا كده بعد ما تضربي بمضرب اليدوي. انا حبيت اضرب بيه علشان ادوب الزبادي كويس. وهنزل بكوبايه اللبن او كوبايه الا ربع، وانزلي البهارات. حابه تحطي ملح وفلفل اسمر بس وبيكنج باودر اوكي. حابه تزودي البهارات اللي انا عملتها هيديكي طعم احلى. وفنجان زيت على سمنه، يعني حوالي معلقتين سمنه كبار و3 معالق زيت. فنجان صغير، ما تكتريش الدهون عشان تكون خفيفه معانا. شوفي انت مقدارك ايه وابتدي حطيه. هاتي بقى الصينية اللي احنا دهناها دهنة حلوة، السمنة او الزيت، المهم لازم تكون فيها نسبة دهون حلوة علشان ما تلزقش معانا. هاتي الجلاش اللي احنا قطعناه صغير زي ما انت شايفة كده، وابتدي افردي نصه في الصينية، وغطي الصينية تماما، واعملي قاعدة حلوة قوي زي ما انت شايفة كده، بحيث تغطي كل الصينية. هقول لك النص التاني هتعملي بيه ايه، اصبري هنشوف كل حاجة مع بعض. تمام. حطيت وعملت قاعدة حلوة قوي. القاعدة دي بصراحة بتخلي كده مفيش اي حاجة تنزل في الصينية. هقول لك بقى الحشوة الجميلة الاختياري. حابة تحطي لحمة معصجة اوكي، لا انا عاملاها بحاجة جميلة، حاجات كده موجودة في التلاجة ومش هتكلفك، لان اكيد كل الحاجات دي في التلاجة. ابتدي الاول اسقيها كويس حوالي كده كبشتين من التوبنج اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو عبارة عن زبادي ولبن وزيت وسمنة والبهارات والبيض. وابتدي كده بالفرشة وزعي الكبشتين اللي احنا حطيناهم. على فكرة هتشرب معاكي وهتطوعك وهتبقى جميلة قوي زي ما احنا شايفين كده. احنا شربنا وسقينا اول جزء، بس طبعا ما تحطيش كتير، برضو هتقسميه بالنص.
نص هتحطيه كده وتشربي بيه ورقات الجلاش المتقطعة، وهقول لك النص التاني امتى هتسقي بيه. خليكي معايا ما تسيبيش الفيديو علشان كله تكات ومفيش حاجة تبوظ منك. هنبتدي نحشي ايه بقى؟ دي حشوتي المفضلة. 2 من فلفل الرومي، 2 من الطماطم تكون جامدة، حوالي زيتون مخلي زي ما انت عايزة، ميكس من الجبنات ما بين الموتزاريلا والرومي والبسطرمة. تحفة تحفة. يعني شفتي فطير الفطاطري؟ بجد احلى منه كتير كتير كتير. ابتدي بقى وزعي الخضار زي ما انا قلت لك هنحشيها الخضار. طبعا فلفل رومي جميل جدا وفوائده عاليه قوي، بنصحك في اي اكل يا ريت تدخليه فيه. ابتدي جيبي بسطرمه باي كميه انت عايزاها، انا جبت كميه وسط عشان تدي ريحه حلوه ووزعتها كده في الفطيره. يعني مش مكلفه طبعا، مش كتير، حوالي ب20 جنيه مش اكتر من كده اللي هتجيبي، ممكن اقل ممكن زياده زي ما انت عايزه. انا بحاول اوصلك ان حاجه تكون اسعارها حلوه وما تكلفيش نفسك كتير، وتعملي حاجه كده ذات قيمه وجميله جدا، وبجد هتشرفك في عزومه في اي حاجه. حطينا البسطرمه، وزعناها كويس، وزعي الطماطم حلوه قوي برضو خضار، وحطينا الفلفل الرومي والبسطرمه والطماطم تكون جامده حلوه. يلا الزيتون المخلي ابتدي افرديه باي كميه، عايزه تحطي كتير عايزه تحطي شويه، دي كلها حاجات بقى حسب امكانياتك ورغبتك انت. هاتي الجبنه الميكس ما بين موتزاريلا وما بين رومي، حابه تحطي رومي بس، موتزاريلا بس، حاجه ترجع لك طبعا. انا بجد لقيت حاجات متواجده في التلاجة عادي يعني، وابتديت اخد منها حبات حبات كده، وعملت كده حشوه جميله. حبه من الفلفل الاسمر الخطير اللي بيدي النكهه الحلوه، ابتدي بقى حطيه كده ورشي رشه خفيفه. ويلا بقى هاتي باقي الجلاش النص التاني اللي احنا قطعناه، وابتدي بقى فرديه كده. بصي، هبتدي اغطي بيه الحشوه الجميله بتاعتنا. حاولي ايه بالجزء اللي عندك تغطي الحشوه خالص. انت كل ما بترميه كده لفوق بيفرفر كده ويبعد عن بعض وبيكتر معاكي. ابتديت يعني اظبطه واغطي الحشوه اللي عندي تماما زي ما احنا شايفين، واضغطي كده ضغطه خفيفه كده بكف الايد بحيث يتناسب كله مع بعض زي ما احنا شايفين في الفيديو كده. الفطيره دي جميله بجد، عايزاكي تجربيها. ضغطتها ضغطه حلوه، وبرده رشه الفلفل الاسمر اللي بتدينا بقى التوبنج الخطير. هاتي بقى نص التوبنج اللي احنا عملناه الجميل دوت، اللي هو عبارة عن لبن وزبادي وبيض وسمنة. ابتدي اسقي برضو الجزء التاني من الفطيرة او الجلاش اللي احنا قطعناه. طبعا بالفرشة اللي معانا هتبتدي حلوة قوي، هتوزعي وهيخش كله في بيت الفتحات. وابتدي كده حتى بالسكينة او اي حاجة كده دخلي من الجناب الفطيرة كده علشان تمسك كلها مع بعض. شايفة اتظبطت ازاي؟ هكون مولعة الفرن على درجة حرارة 160 على الشبكة بالظبط ربع ساعة، وطلع بالشكل التحفة الجميل. خلصت الفطيرة الجميلة الجلاش الجميل بالشكل الرائع، كلها خضار وبسطرمة وجبنة. بصي، حاجة كده رائعة ومشرفة، والحجم ده يوم ما هتجيبيه من بره بجد هيكون مكلف وغالي جدا. شايفة حجمها جميل قوي، وبجد ما بين ميكس طرية ومقرمشة من بره، وحاجة بجد بجد يعني بجد اقول لك جربيها ومش هتندمي، وهتقولي لي في التعليقات ان دي كانت احلى حاجة جميلة عملتيها. سهلة، بصي من تحت استوت ازاي. انا قلبتها على ظهر الصينية وبعد كده رجعتها على وشها الجميل. هاتي اي حاجة تكون سكينة حامية، انا عندي بحب المخرطة قوي بقطع بيها الفطير، بجد بتبقى جميلة وبتسويه. ايه رأيك؟ حاجة كده من الفطاطري فاخر من الاخر جايلك لحد عندك في البيت. دي الفطيرة دي غالية جدا بره، هتعمليها في البيت مش هتكلفك حاجة ابدا، بالعكس جميلة وحلوة ومورقة. وبصي شايفة اتقطعت معايا، شايفة المنظر؟ بصي الحشوة من جوه تحفة قوي وطرية من جوه ومن بره مقرمشة. بجد 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 دي حاجة هتجربيها هتدعيلي هتحبيها قوي.